يلا بينا نعمل مع بعض اللوك اللي انا شخصيا حبيته جدا. والفيديو ده هكشف لكم عن منتجات مفضله عندي بستخدمها في شغلي للعرايس. برودكت لا استغنى عنها ابدا. اول حاجه استخدمتها على بشرتي تونر بيزلاين حلوه قوي. بعد كده طبعا غني عن التعريف وما اقدرش استغنى عنه الجل من كلينيك. ورطبت شفايفي بالليب اويل من سوما تحفه. وطبعا تحت العين رطبت بكلينيك الكريم تحت العين ده مخصوص لتحت العين حكايه. والبرايمر ده برضو من المنتجات اللي ما اقدرش استغنى عنها من بنفيت حلوه قوي قوي. ده برضو برايمر جل يعني بينفع كمان لكل الوش مش منطقه معينه. والنهارده هستخدم الفاونديشن من سوما. هميكس ما بين درجتين اللي هي 2 و3. عملوا معايا درجة يا جماعة مظبوطة قوي قوي على بشرتي، هتشوفوا بنفسكم دلوقتي. من احلى واقوى واجمل السبونج اللي جربتها السبونج دي من سوما. بتنضف بسرعه رهيبه، مش بيبقى حتى فيها بواقي اي فاونديشن ولا بتحتفظ باي رغاوي من الصابون لما بغسلها. رائعه يا جماعه، خامتها حلوه جدا طريه جدا. بتوزع حلو جدا بصراحه، من احلى السبونج. وطبعا مستحمله معايا ليها كتير يعني، محتفظه بحالتها زي ما هي. وزي ما بقول لكم لما بغسلها بترجع جديده. وهنا يا جماعه كنت بختبر الفاونديشن هل بيقبل ان هو يتبيلدنج ولا لا، يعني يتبني منه طبقه تاني والكفر يزيد ولا لا. والحقيقه ان هو زي ما انتم شايفين الكفر زاد والتغطيه حلوه جدا، وقد ايه ناعم على الوش وطبيعي. بصراحه عجبني جدا جدا الفاونديشن. بعد كده استخدمت كونسيلر برضو من سوما تحفة. استخدمت درجة 3، هما الاتنين فاتحين عليا شوية يعني رقم 3 برضو فاتح عليا شوية، ولكن التغطية أبهرتني. الكونسيلر حلو جدا جدا. بعد كده ثبت باللوز باودر من سوما. حرفيا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هي تتقارن بهدى بيوتي ولولا مارسيا، حلوه قوي قوي قوي. رسمت الحواجب بقى جل انستازيا. بعد كده الفينش بقى بالقلم الحكايه الروعه ده من شمس، هو البراند بتاعه ريل بيوتي تقريبا. بس يا جماعه من احلى قلامه الحواجب بجد تحفه. بصوا حول حواجبي ازاي، يعني لما كانت مرسومه بالجل بس، وبصوا كده بقيت حاجه تاني. بعد كده يا جماعه بثبت بحاجه بسيطه قوي من اللوز باودر بتاعت سوما. برضو بحط بيكنج بسيط كده تحت عيني عشان لو نزل بقى اي اي شادو او كده ما يبقاش. نيجي بقى للباليت الاي شادو من سوما. باليت الاي شادو ايه الباليت العظيمه دي. اولا بصوا هي يعني محطوط كده زي فلينه على الاي شادو الجليتر علشان يعني تبقى محافظه عليه ما يحصلش ما يجوش على بعض الكلام ده. تحفه. البيجمنت بقى يا جماعه صدمني من الاي شادو، اللي هو انا اول ما حطيت الفرشه على عيني اللون ظهر. وكل الفرش اللي مستخدماها برضو يا جماعه من سوما الكواليتي بتاعها حلوه قوي تحفه. انا كايفا انبهرت. بصوا الدرجات واضحه مش باهته. الباودر نفسه مجرد ما بحط فيه الفرشه مش بيطير نصه، لا يعني بجد الاي شادو من الحاجات اللي بهرتني يا سوما. عجبني جدا جدا الكواليتي بتاعه. بيتوزع حلو جدا. حتى الالوان الفاتحه قويه، فاهمين قصدي؟ مش اللي هي طايره اللي هي الباودر الطاير ده، لا بجد بجد الاي شادو 10/10. وطبعا انتوا شايفين بنفسكم ازاي كل الالوان واضحه، يعني حتى البني بصوا غامق واضح. بعد كده رسمت بقى الكريز بالكونسيلر برضو من سوما. وهنا محتاره ما بين الثلاث درجات دول وفي نفس الوقت مصدومه. هو ايه البيجمنت ده وايه اللمعه دي وايه القوه دي وايه الطحنه دي؟ يعني ممكن يبقى مثلا كده البيجمنت بتاعه عالي بس حبايه الجليتر نفسها اوفر، لا ده مطحون حلو قوي في نفس الوقت قوي قوي. لا بصراحة نو كومنت. انتوا يا جماعة قولوا لي انتوا ايه رأيكم في اللي انتوا شايفينه. بعد كده دمجت بقى الدرجتين غامقين عشان يدوا التدريجة برضو الحكاية دي. زي ما انتوا شايفين بصوا العين دي ايه منظرها عامل ازاي. بعد كده استخدمت الكحل برضو من سوما ووزعته بالفرشة. حلو قوي بيسيح يعني بشكل رائع بالفرشة، وفي نفس الوقت مجرد ما بينشف مش بيتحرك من مكانه. حقيقي الكحل تحفه يا سوما، عجبني جدا. وطبعا الايفاويه حبايب قلبي عارفين انا قد ايه مش بجامل في المنتجات، بجد انا بقول رايي منتهى الصراحه والامانه. كل منتج بقول رايي فيه بدقه يعني. بعد كده الكومباكت باودر زي ما انتم شايفين نضفت بيها حواف العين وكده. بتفكرني جدا بتاعه ماك، انا مش بستغنى عنها، ناعمه جدا تغطيتها حلوه جدا. فالامانه عجبتني قوي. الرموش ولزق الرموش يا جماعه من سوما، ما بقتش اقدر استغنى عن اللزق ده ابدا.
احلى جلو للرموش بجد، حلوه قوي قوي، بينشف بسرعه زي ما قلت لكم، خطير. بعد كده استخدمت الليب لاينر ده من سوما، اول مره اجرب ليب لاينر فلوماستر بصراحه، وابهرني. يعني ثباته حلو جدا، سهل قوي 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 في الرسم، اكتر من الكريمي كمان. انا اول مره استخدم زي ما بقول لكم الفلوماستر، فعجبني جدا. يعني هيبقى معاكم سهل قوي قوي، وفي نفس الوقت طبعا واضح قوي، قوي قوي اللون. الهايلايت دي برضو من سوما يا جماعه، تحفه، ناعمه قوي. يعني تقدروا تحطوا طبقه ناعمه وتقدروا تزودوها واحده واحده، مش اللي هي قويه اوفر من اول مره، لا، هي من كتر ما هي ناعمه تقدروا براحتكم تحطوا كذا طبقه لغايه ما توصلوا للدرجه اللي انتوا عايزينها. زي ما انتوا شايفين، اول درجه حطيتها كانت خفيفه جدا، بعد كده زودتها. واستخدمت بعد كده يا جماعه الايلاينر من انجلوت، رسمته تخين كده، وقلت هو اللوك عايز حاجه واضحه وصريحه كده. انا كايفا حبيته جدا بكل تفاصيله. وطبعا يا جماعه انا يعني ما حطيتش الروج علشان انا طلعت الدرجه دي بعد عذاب. اول حاجه حطيت تارت، بعد كده حطيت جوسي بيوتي، بعد كده حطيت ميبلين. يعني قعدت الخبط في الدرجات لغايه ما يعني وصلت للدرجه اللي ريحت عيني، فاهمين؟ ولكن هي الدرجه دي يعني سهل ان انتوا تطلعوها بسهوله، وهتلاقوها في براندات كتير، فاهمين؟ بس انا بفهمكم ليه ما قلتش. قولوا لي ايه رايكم بقى، وطبعا بالتفصيل، يعني تقولوا لي رايكم وبالتفصيل.